السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل ماربل كيك. ومعلش بس صوتي عشان انا خالعة ضرسي فصوتي متغير شوية. تعالوا اقول لكم المقادير عملناها ازاي. اول حاجة معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، هنزل عليهم بكوبايه من السكر. كوبايه من السكر الحبيبات، لو هتحطي سكر بودر حطي كوبايه ونص. تمام كده. انما انا هنا حاطه كوبايه سكر واحده، فحاطه سكر حبيبات وكيسين فانيليا. وهضرب الخليط ده لحد ما يفتح معايا كده، او السكر ده يختفي خالص. مش هتبقى مسكره قوام، يعني سكرها هيبقى مظبوط. هيبقى معايا كده باللون ده. هنزل بقى كده في البوله بتاعتي الخليط ده، وهقول لكم بقى هنحط إيه واحده واحده كده. بعد كده هنزل بكوبايه ونص من الدقيق، عليهم رشه ملح، وعليهم معلقه ونص من البيكنج باودر الصغيره، معلقه صغيره ونص من بيكنج باودر على كوبايه ونص من الدقيق. وهنزل حبه حبه بيهم. وهنزل كمان بنص كوبايه او نص مج زبده على زيت، او نص مج زيت على سمنه. تمام كده. وهسيحهم طبعا في ميكرويف او في اي حاجه عندك. وبعد كده هقلب، وبعد كده هنزل بقى ببقيه الدقيق كده واحده واحده، وطبعا بقلب في اتجاه واحد. تمام. يعني انا كده بعد ما خلطت السكر والبيض والفانيليا، هنزل في البوله، وبعد كده هنزل بالدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح والمواد الدهنيه اللي هي نص كوبايه الزيت على زبده، او نص كوبايه زيت على سمنه، طبعا مسيحاها. وبنزل بالمواد الدهنيه والمواد الجافه واحده واحده. بعد كده ما خلصت كميه الدقيق والسمنه والزبده والزيت عندي، هنزل بقى بنص كوبايه من الحليب. تكوني مدفياها كده، دافيه مش سخنه، وتقلبي بقى الخليط. بعد كده هقسم الخليط ده على نصين. نص خليه بالفانيليا زي ما هو، والنص التاني هحط عليه معلقتين من الكاكاو الكبار الخام. تمام. يعني قولي للعطار كده عايزه كاكاو سايب خام. اهو نص سبته بالفانيليا، ونص الخليط التاني حطيت عليه معلقتين من الكاكاو الخام. وحطيت كمان 3 معالق من الحليب، علشان القوام بتاع عجين الكيك ما يبقاش تقيل قوي معايا. اهو زي ما انتم شايفين كده، حطيت معلقتين الكاكاو، وحطيت معاهم كده 3 معالق حليب او معلقتين كبار من الحليب، يعني عشان القوام يبقى نفس قوام الفانيليا. بعد كده جبت بقى القالب بتاعي ودهنته سمنه 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 او زبده. وبعد كده بقى ابدا احط من الخليط البني كده. حطيت الخليط ده في اكياس تلاجة، اكياس اللي هي بتاع الحلواني اللي بتستعمل مره واحده دي، اي حاجه. وبعد ما حطيت الخليط البني في الارضيه، هحط فوقه الخليط اللي هو بالفانيليا. وهفضل بقى اكرر الطبقات دي. خلصت الفانيليا، هحط فوقه طبقه من اللي هي بالشوكولاته اللي بالكاكاو. فانت ممكن طبعا ما عندكيش الاكياس خالص ولا كيس التلاجة، اعملي بمعلقه عادي. عايزه تعملي الخليط في صينيه، تمام، مفيش مشكله. لو مش موجود عندك قالب، يعني لو انت حابه تعمليها وما عندكيش القالب، فاعمليه في صينيه عادي. فهفضل بقى اكرر في الخطوات دي لحد ما اخر طبقه هوصل للطبقه اللي هي البني دي. واجيب اي خله شيش طاووق او اي حاجه بوزه رفيع كده، وهفضل رايحه جايه بيها علشان تدي اللي هي الخليط كده يبقى مدي مموج كده. هدخلها الفرن على درجه حراره 170 لمده 40 دقيقه. بعد ما تخرج من الفرن هسيبها بقى تبرد خالص، وهسيح 100 جرام شوكولاته او قالب شوكولاته اللي هو بتاع الحلويات ده، معاهم معلقتين زيت في الميكروويف لمده 30 ثانيه كده، لحد ما تسيح معايا بالشكل ده. وهقلبها على قالب الكيك بتاعي. وعملت نفس الخطوات برضو في الشوكولاته البيضه، ومعلقتين زيت مع حبه شوكولاته بيضه كده، ومشيت عليها كده بخطوط عشوائيه كده. بعد كده هسيبها تبرد خالص علشان اقدر اقطعها. طبعا احنا في الشتاء هتلاقيها مفيش ربع ساعه وهتلاقي الشوكولاته كده مسكت على الكيكه من بره. لو في الصيف طبعا دخليها التلاجة لو انت حابه تقطعيها على طول، علشان الشوكولاته تمسك شويه. تعالوا اوريها لكم بقى كده بعد ما قطعتها. بجد والله تستاهل التجربه. فنجان قهوه الصبح بقى كده، او كوبايه شاي بلبن، او كوبايه نسكافيه، بجد تحفه والله العظيم. عجبت ولادي جدا وعجبت جوزي جدا، بجد حلو قوي قوي. طعمها حلو، سكرها كده مظبوط، مش مسكره قوي. والشوكولاته اللي بره دي تحسي ان هي الكيكه الهوهوس دي
هي بالظبط كده، طعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد. الفيديو الجاي بقى هنبدا ايه في حاجات رمضان، هنعمل الزبادي السريع اللي هو بيتعمل في ساعه ده. واستنونا ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.